زعيم افريقيا فكر وقتها ان كل طير اللي يتاكل لحمه. بعد هدف التعادل طلعوا يحاولوا يخطفوا بالتاني، لكن برضه ده ريال مدريد يعني يا جدعان. جونيور ورودريجو قبل نهايه الشوط الاول بيعزفوا ويرقصوا احلى سامبا، وبيردوا على هدف سافيو باتنين ورا بعض، وبيخلصوا الشوط الاول بتقدم زعيم اوروبا 3-1. كولر بين الشوطين بيفهم الحكايه، الماتش ده عباره عن تحدي مين فينا هيسجل اكتر، يتحرق الدفاع على اللي عاوزه. النهارده هجوم ثم هجوم ثم هجوم. والاول مره بقى في تاريخ كره القدم انشيلوتي وكولر بيخرجوا كورتوا والشناوي وبينزلوا مكانهم 2 مهاجمين، ومش بس بيسيبوا الجون فاضي، لا ده كل مدرب مقدم خط دفاعه، والدنيا مردغانه في نص الملعب يا معلم. تغييرات كولر بتعمل المطلوب منها وبسرعه. عبد القادر وكهربا بيرجعوا الماتش لنقطه التعادل من تاني، وبيقولوا لزعيم اوروبا احنا جايين وناويين